احنا بقينا مجتمع ما بيتحركش غير لما جسم بنت يطلع ترند. يعني عقل مفيش، موهبة مفيش، قيمة برضو مفيش، بس شوية لحم ملايين مشاهدات. الفيديو اللي معروض قدامنا ده طالع ترند مش عشان فكرة ولا رسالة ولا حتى عشان محتوى، لا ده طالع بس عشان بنت قررت تعرض جسمها والناس واقفة تسقف وتقول برافو كملي. طب نسأل سؤال بسيط، احنا بنشجع ايه؟ بنصنع قدوة لمين؟ ولما بنت صغيرة دلوقتي تشوف الكلام ده وتفهم ان الطريق للشهرة هو جسمها، نبقى عملنا ايه في المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده؟ النصيبة الأكبر مش في البنت لوحدها، النصيبة في مجتمع بيكافئ التفاهة، جمهور بيسقف للتافه واللي بيعرض جسمه ويكسر أي حد يحاول يتعب ويتعلم أو يقدم قيمة حقيقية. ورسالة للبنت بقى اللي طالعة في الفيديو مبينة جسمها، انت مش محتاجة تبيع جسمك علشان تباني، قيمتك مش في كام لايك ولا كام شيء، الجسم بيشد لحظة لكن العقل هو اللي بيفضل، والسمعة لما تقع صعب تقوم تاني. ونصيحة لكل بنت، اوعي تصدقي ان الطريق السهل هو الطريق الصح. اعملي لنفسك اسم، ما تعمليش لنفسك ضجة، اعملي قيمة مش ترند يخلص بعد اسبوع. المجتمع اللي يسقف من الجسم ما يستغربش ابدا لما يلاقي نفسه عريان من الاخلاق. والترند مش دايما نجاح، احيانا بيكون شهادة فشل جماعي.